بقول لك ايه، ركز معايا في الفيديو ده. الفيديو ده قصير بس مهم، معلومات هتفيدك جدا، مهمة جدا ومكملة معاك على طول بإذن الله. طيب، أنا عندي من طرق التعبير عن الملكية في اللغة الإنجليزية طريقتين مهمين جدا من طرق التعبير. إما باستخدام صفات الملكية، وإما باستخدام ضمائر الملكية. ضمائر وصفات. طيب ايه الموضوع الملخبط ده بقى؟ ولا ملخبط ولا حاجة، الموضوع بسيط جدا. بص يا سيدي، عندك صفات الملكية دي لازم ولابد وحتما يجي وراها ناون، لازم يجي وراها اسم، لازم يجي وراها اسم. دي العلامة اصلا بتاعتها، ان صفة الملكية لازم يجي وراها اسم. يبقى هي بتيجي ايه قبل الاسم اهو. my box, your box, his box, her box, its box, our box, their box. طيب يبقى هنا عرفنا ان بيجي وراها ايه؟ اسم. كل الكلام ده يجي وراه اسم، كل الكلام ده هيجي وراه اسم. طيب الضمير بقى، الضمير ده بيحل محل كلمتين، الصفة والاسم اللي وراها. يعني الضمير موجود يبقى هشيل الصفة وهشيل الناون اللي وراها. انت طبعا بتبقى عارف المقصود بايه، بيبقى في كلام سابق على الجملة المذكور فيها الضمير، فانت بتعرف ان المقصود بالاسم المحذوف اسم سابق ذكره. يعني لما تقول مثلا ايه this book is mine, this book is mine، يبقى انت دلوقتي بتتكلم عن كتاب، الكتاب ده ملكك. او كان في كلام سابق فبتقول this is mine، فانت عارف is mine دي بتعود على ايه؟ يبقى بتعود على الكتاب مثلا. يبقى mine دي بدل my، لان كل صفة لها بديل في الضمائر ما عدا its، دي ملهاش بديل في الضمائر، في منها صفة بس وهنقول السبب. طيب يبقى عندك mine هنا بدل my، عندك yours بدل your. هتلاحظ ان كله بيتزود له اس على فكرة ما عدا mine اللي هي بتاعت my، وكمان عندك his اصلها برضو his هنا، فالاتنين كده كده بينتهوا بحرف الاس، فبالتالي مش هتضيف لها اس اضافية. الباقي كله هتلاقي فيه اس 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 اس، كله كده. طيب hers ours theirs. طيب يبقى عندي بقى الخلاصة بتاعت الهري والرغي ده كله، ان لو بعد الكلمة في عندك ناون يبقى في الحالة دي هروح للصفات اللي هي ماي واخواتها. لو ما عندكش ناون يبقى في الحالة دي انا هلجأ للضمائر. طالما بعد النقط في اسم هروح للصفات، طالما بعد الضمائر او ما فيش اسم في الجملة يبقى في الحالة دي هلجأ للضمائر، وهي بتيجي في اخر الجملة. يعني mine, his, hers, ours، وكل الكلام ده بيجي في اخر الجملة. طيب بالنسبة بقى لإيتس بقى، إتس بعمل فيها إيه؟ قلنا إن إتس هنا دي صفة ملكية ما بيجيش منها ضمير. ليه؟ السبب والله أعلم إن أنا في الملكية بعبر عن حاجة بيملكها شخص أو بيملكها هوية أو كائن معروف. طيب بالنسبة لإتس دي كده كده إحنا عارفين إنها بتعود يعني على غير العاقل، فبالتالي لما أقول مثلا the food is eats وأتكلم مثلا عن قطة أو حيوان، الموضوع ده مش دارج في اللغة الإنجليزية ومش اصطلاحي ومش موجود. فالطريقة اللي هعبر بيها إما إني أعبر بصفة ملكية، أقول مثلا this is its food، يبقى أنا كده استخدمت صفة ملكية عشان أعبر بملكية غير العاقل. أو إني أستخدم طريقة تانية خالص اللي هي belongs to أو belong to على حسب الاسم اللي قبلها. أو مثلا the key belongs to the car، المفتاح ده بيخص العربية دي أو بتاع العربية دي. يبقى هنا استخدمت تركيبة مختلفة اللي هو الverb belongs to اللي هو ينتمي إلى. ده الموضوع.